نبي نشوف الحين أغرب سندويشة كباب ممكن تشوفها بالرياض. السندويشة هذه لها تقريبا 50 سنة في الرياض هنا، شيء غريب. والكباب هذا هو كباب لحم حاشي. المعلم الموجود غريب، كل شيء في هذا المطعم غريب وخطير. أنا عن نفسي من أكثر من 20 سنة وأنا أجي للمحل هذا وآخذ منه كباب. جاهزين نشوف؟ جاهزين محمد؟ للأسف 20 سنة أنا ما أدري عنه. يلا الحين أعلمك أنت وياهم سوا. أنا جبتكم المطعم الحين له 38 سنة، يعني عراقة الرياض موجودة هنا ما شاء الله تبارك الله. لازم نستمتع وتجربة حلوة. وأصلا تبي تشوفون الحين الأكل اللي بناكلها كباب لكن طريقته مختلفة، ما أنت بلاقي الطريقة هذه في كل مطاعم الرياض. جاهز؟ جاهز. نحتري ونشوف. يلا بسم الله. شفت شلون؟ تبي تلقى سندويشة زي ذي بالرياض؟ ما أنت بلاقي. غريبة سخيفة على قد هذا كباب حاشي يا جماعة. شوف شلون، شوفوا كيف كباب حاشي. شوف خلنا اوريك اياه. يحط معه السماق والصوص بس بقرصان خفيف مرة علشان تقدر تاخذ 2 3 4 تكفيك. استمتع فيها. طبعا الفكرة انك تحطه كذا. محمد لازم تحط كيس بحر. اي لا سويت انت؟ انا بجرب كباب على طول من الداخل. كيتو. لا بسم الله. بسم الله. زي ما عدناه صوص طحينة. تذوق والله تذوق. المطعم هذا من 20 سنة وأنا أجيه. نفس النكهة. من 20 سنة أجيه هنا بنفس المكان ذا، نفس النكهة. بعدين ميزة لحم الحاشي ما يمكن تلقى فيه زنخة أبدا. مرة دايب بصراحة. شيء رهيب بصراحة. قهر ما عنده صحن. مرة طيبة. طيبة. فنان. مطعم أبو غالي فنان. العم أبو غالي من أقدم معلمين الكباب في السعودية، تقريبا 38 سنة. 50 سنة 50 سنة، لكن في المحل هذا 38. كنت أول بشارع الخزان والآن هوني صار لي 42 سنة. هنا 42 سنة وأنا أقول 38 من لا توي. 42 ما شاء الله، الله يعطيك نعم. الصحة والعافية. 405. أنا من 20 سنة وأنا أجي للمحل ترى. الله يحييك. فأنا من عشاق هذا المحل. الله. أنا بسألك سؤال. الله. أنت قلت لي فلسفة غريبة تو موجودة عندك في المحل، أن عندك كمية ما تزودها، لا ما زودها. إذا خلصت تروح خلاص نمشي. يعني تشتري لحم الحاشي يوميا. ربع حاشي نجيبه ونساويه ونضبطه ونفرمه ونشكه بالسياخ ونبيعه ونتوكل على الله. طيب إذا جاء أيام مثلا ويكند آخر أسبوع تزود لا احنا تنقص؟ يوم الخميس ويوم الجمعة طلباتنا محجوزة لصلاة أفراح، ما نفك. حلو. ما فيه خميس وجمعة ما فيه. خميس وجمعة. والأيام العادية يبدأ من 6. متى يسكر؟ إذا خلص اللحم. أيوة. كذا صح؟ صح. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. انا اقول لك تو ما سافرت، ما رحت للشام، ما نقلت، ما تعبت. لا تقول لي انا ابغى اجلس في هذه الارض. هنا انا صار لي هلا 26 سنه ما نزلت سوريا. ما شاء الله تبارك الله. هذه بلدي خلاص. بننزل نياك ونرجع ان شاء الله. الله. كلك خير وبركه. الله يبارك الله فيك. يبارك فيك. جزاك الله يا خير. مال العافيه.